حسبي الله ونعم الوكيل في اللي وصل النادي الاسماعيلي للمنظر ده، وحسبي الله ونعم الوكيل تاني اللي ظلم النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي مش مستحمل اي ظلم تحكيمي خالص. زائد ان مفيش عندك خبرات تخلص الماتش من اول، يعني من اول الشوط الاول احنا نزلنا بشكل كويس، ضيعنا فرص. يعني كرة انور عبد السلام دي كانت ممكن تخلص الماتش، كرة عبد الله محمد ولا عبد الكريم مصطفى كانت ممكن تخلص الماتش. لكن قلة خبرة النادي الاسماعيلي ولعيبة النادي الاسماعيلي بتضيع منهم الماتش بسذاجة كبيرة جدا. زائد كمان ضربة الجزاء الوهمية اللي اتحسبت على النادي الاسماعيلي، ومن وجهة نظري مش عشان انا بشجع الاسماعيلي، لكن هي ضربة جزاء ولا ليها اي شك خالص ان هي فيها ضرب جزاء اصلا. فانا مش عارف، الله يكون في عون النادي الاسماعيلي. انا ما عنديش كلام اقوله اكتر من كده. الله يكون في عون النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي فعلا يعني ده اخر موسم ليه في الدوري الممتاز، وخلاص كده هينزل بجد يعني رسميا السنه دي. ويا ريت مجلس الاداره يكون مبسوط باللي بيحصل ده، يا ريت اللعيبه يكون مبسوطه باللي بتحصل ده. انا مش هقدر الوم على اللعيبه يعني بشكل كبير، عشان اللعيبه عملت اللي عليها في الشوط الاول، لكن الشوط التاني نزلت خايفه وما حسيتش ان هي عايزه تكسب ولا اي حاجه. نزلت بتدافع ورجعت لنص ملعبها وبتعتمد على الهجمه المرتده. حتى الهجمه المرتده انت مش عارف تنفذها كويس. لكن انا عايز اقول حاجه، ميلود حمدي مدرب النادي الاسماعيلي بنسبه 90% ده اخر ماتش ليه مع النادي الاسماعيلي وهيمشي. ولو مشي انت الاداره ممكن تجيب مين؟ يعني انت كده كده يعني ميلود حمدي مدرب كويس ومش عارف يعمل حاجه مع النادي الاسماعيلي. هتروح تجيب لي بقى كابتن اشرف خضر ولا كابتن ابو طالب العسوي؟ فبرضه هنفضل من سيء لاسوء. فيعني الله يكون في عون جماهير النادي الاسماعيلي. مش عارف اقول ايه اكتر من كده. فاتمنى مجلس اداره تاني يكون مبسوط باللي بيحصل ده. النادي الاسماعيلي مش عارف راح على فين اكتر من كده وكل ماتش هنتفرج عليه هنقول ان احنا هنخسر. فربنا يستر على الفتره اللي جايه.